في أماكن مش بس في شوارع، لكن في قلوب وفي الذاكرة. أماكن بتحكي ولو سكتت جدرانها بتحكي مكانها. وحكايتنا النهاردة عن شارع بيجري في دمي قبل ما امشي فيه، اسمه بولاق أبو العلا. أنا من بولاق، من الحتة اللي كل حجر فيها حافظ أسامي الناس، والحواري بتسلم عليك لو عديت فيها وانت شايل هم. بولاق مش حي شعبي زي ما بيتقال، بولاق أصل وأرض وجذور، ووشوش فيها النبل والجدعنة والنخوة. في بولاق الستات واقفين زي الجبال، يشيلوا بيوت ويخبوا الوجع ويقولوا الحمد لله، وهما بيقطعوا الرغيف نصين علشان خاطر الضيف. البنات في بولاق عندهم حياء بس عينهم ما بتتهزش، والولاد كانوا يقولوا حاضر من قبل ما يتطلب منهم. القهاوي كانت لمة مش ضياعة، والضحكة كانت حقيقية مش مصنوعة علشان صورة. كل شارع في بولاق عنده قصة وحكاية وريحة، ريحة طعمية بتتقلي وغسيل بيتهز على السطوح وأصوات كلها دفى. واللي يقول إن بولاق اتغيرت أقوله لأ، بولاق ما بتتغيرش، بولاق بتتجدد وبتفضل بولاق. بولاق أبو العلا مش بس شارع في قلب القاهرة، دي حالة اللي يعيشها عمره ما ينسى. ولو في حد فاكر إن الجدعنة ماتت، يمشي ببولاق ساعة المغرب ويشوف الود والستر والخير لسه مخلصوش. دي كانت محطة في رحلتنا من شوارع بتحكي. تابعوني علشان اللي جاي أحلى وأصدق وأقرب لقلوبكم.